يا صباح الفل. النهاردة عايزة أتكلم معاكم في موضوع مهم، وأتمنى إن الفيديوهات دي تفيدنا جميعا، لأنها مشكلة بتواجه بنسبة نسبة 90% مننا، وهي التفكير المفرط، الأوفر ثينكينج. هبتدي أعرف إيه هو التفكير مبدئيا، وإيه هو التفكير المفرط، وإزاي تعرف إن أنت حد عنده أوفر ثينكينج، وإزاي نتخلص من الموضوع ده. يا رب تبقى حاجة مفيدة بالنسبة لكم. في البداية عايزين نعرف الأول هو إيه التفكير أصلا بشكل عام. التفكير العادي هو عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية اللي مش مسموعة ومش مرئية ومش ملموسة. هي حاجة خاصة بالدماغ بتعملها دماغنا لما بنتعرض لمثير ما استقبلناه من أحد الحواس، أو حاسة واحدة أو أكتر، وهو أمر طبيعي. وأصلا دي حاجة صحية إن احنا عقلنا يفكر لما يبقى فيه مثير خارجي، إن احنا نفكر. تمام. التفكير بقى المفرط يحصل إمتى؟ لما الحاجة دي أو المثير ده ياخد أطول من وقته الطبيعي في دماغنا، أو الشخص ياخد وقت أطول في التحليل وأكبر في التفسير، وبيضيع وقت زيادة في حاجة ممكن تاخد 5 دقايق يفكر فيها في ساعتين مثلا. وبالتالي يكون كمان في تأثير على جوانب الحياة بتاعته، إن هو قاعد يفكر زيادة ويحلل زيادة في حاجة ممكن تتحلل في 5 دقايق. في دكتور علم نفس، دكتور اسمه أحمد المصري، بيقول إيه هي الأشكال المختلفة من التفكير الزائد. ليه شكلين أساسيين. أول حاجة إن إحنا بنفكر في الماضي، وبنفكر كنا عملنا إيه، ولو اتعاملنا مع الحاجات دي زمان بشكل مختلف كان هيحصل إيه، وأنا غلطان، ونبتدي بقى نلوم نفسنا ونفكر كتير قوي 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 في حدث حصل وخلص ومش هيفيد أصلا التفكير فيه. أو الشكل التاني إن إحنا نقلق من المستقبل ونقعد نتوقع أحداث سيئة، حاجات مزعجة، حاجات بتخوفنا، نخلق سيناريوهات سلبية وتشاؤمية جامدة جدا، ونفضل قلقانين منها ونقعد نفكر في الفكرة دي كتير 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 طول اليوم. وأيا كانت الأسباب، أي حالة من الحالتين اللي فاتوا دول، فالإنسان بيفضل بيعيش في دوامة من الأفكار المزعجة دي، وبيخليه حاسس بضغط مستمر، وعنده صعوبة في التفكير أصلا بشكل هادف، وعنده إرهاق بشكل مستمر، ومش بيعرف ينام كويس، مش بيعرف يفكر كويس، بيأثر على الذاكرة، بيأثر على حاجات كتير قوي في حياته. وإن شاء الله في الجزء الجاي أنا هوضح لكم إزاي بيأثر التفكير الزايد ده على صحتنا، وإزاي نواجهه.